السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رجعت لكم بأحلى حلوى شتوية وهي أم علي. هنعملها بأسهل طريقة في البيت، وهي إن أنا جبت الكمية دي تعملي صينية كبيرة. ماشي، أنا معايا 2 باكت من الباف باستري، أكيد هتلاقوها في كل المحلات. وفي بعد كده بفتحها وبخرمها بالشوكة علشان تستوي كويس من جوه ومن بره، وتبقى مقرمشة من جوه زي من بره. الكمية دي عملت لي صينية كبيرة من أم علي. أنا كده بقطعهم، بكسرهم بقى لأن هي كلها مقرمشة، فكسرتهم وعملوا لي صينية كبيرة. دلوقتي أنا هجيب لبن. الكمية دي هتاخد معايا 5 كوبايات من الحليب. لو صينية صغيرة ممكن لتر من الحليب. وبعد كده انا هنزل عليهم بنص كوباية من السكر ومعلقة كمان زيادة، لان لتر الحليب بالظبط مقدار ثابت، لتر الحليب بياخد نص كوباية من السكر. وحطيت نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وحطيت معلقتين من الكريمة دي سميكة كده. وبعد لما سخنوا نزلت على الباف باستري بتاعي والمكسرات حطيتها، وانا دوبت معلقتين من الكريمة دي كمان اللي انا وريتها لكم على الوش عشان تعطلها حمار ودسامة اكتر. ودخلتها في الفرن على درجة حرارة 180. ودي شكلها النهائي بعد لما خرجت. انا حطيت بقى في الطبق بتاعي زبيب وجوز هند، لان انا عندي في البيت ما بيحبوش الحاجات دي. والسلام عليكم.